كنشكر الناس اللي كل وحده وفين قالت لي حاطاني، ولكن شحال من وحده قالت لي اختي زهره انا حاطاك في قلبي وحاطاك تاج على راسي. انا واخا ما كنشوفكمش كنشوفكم بقلبي، كنحس بيكم وكنحس كل وحده كنحس براسي كاني كنهضر معاها. فاش كنكون نحكي القصه راه كنحس براسي انا مجمعه انا وياكم وكنحكي لكم في القصه. يا احلى واغلى متتبعين في العالم، خليو لي التعاليق ديالكم زوينه، خليو لي التعاليق راه بيها ترى ما كنخليش شي تعليق اللي ما كنرسلش منه قليب لكل وحده وكل واحد كيشوفني. واني احبكم في الذي احببتني فيه، ومبروك علينا وعليكم هاد الخير ديال الشتاء، اللهم ديمها نعمه علينا يا رب. والله يدخل علينا وعليكم رمضان باش ما تمنينا وتمنيتو، وعافاكم اللي مداح سمع شي حد يتصالح معاه. وانا من هاد المنبر يا ربي انا مسامحه كاع الناس اللي اذاني وهضر فيا اي حاجه دارها شي حد تجاه ديالي خايبه. انا من هاد المنبر كنقول لك ولا كنقول لك اختي ولا خويا ولا كاع الناس اللي قدروا يكونوا اذوني بقصد ولا بدون قصد، انا مسامحاكم دنيا واخره. ما بغاش نتقابل مع حتى حد غدا يوم القيامه، بغيت نشوف وجه الله سبحانه وتعالى فقط. ما بغيت من حد حتى شي حاجه، ولا غلطت في شي حد بقصد او بدون قصد انا كنطلب منك السماحه، وكنطلب الله سبحانه وتعالى يغفر ليا وليك. اللهم صل وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. ما تبخلوش على راسكم بالصلاه على النبي حكا تنفعكم نتوما. اولا نبداو على بركه الله. هذه خوتي واحد السيده اللي كانت كتقاتل على وليداتها بكتافها هي وراجلها، عندها 4 ديال الولاد وما عندهاش البنات، وعندها الولد الكبير الاسم ديالو بدر، كان قراي ما شاء الله عليك، كان كيقرا كان كيجي من الاولين، وبقى غادي على داك المنوال، يعني دائما من نجاح لنجاح حتى خدا الباك ديالو. ملي خدا الباك ديالو ميمتو قلعات شي حاجه ديال الذهب من يديها ومن عنقها وصيفطاتو باش يقرا فواحد المدينه بعيده. دار اداب انجليزي، يعني ميمتو تقاتلات عليه باش يقرا، خوتو ما كانوش باغيين يقراو، كل واحد فين مشى، اللي دار نجاره، اللي دار ميكانيك، اللي خدم مع البياع والشرايه، المهم ما باغينش يقراو. وكان نقدروا نقولوا كان عندها الامل الوحيد في الدنيا هو داك الولد، ما ان الامل راه خصو يكون في الله سبحانه وتعالى. المهم داك الولد تبارك الله ما شاء الله عليه كان دائما كيجي في الادب الانجليزي هو الاول، بقى بحال هكاك حتى خدا لا ليسونس ديالو، جا لدارهم جلس ولا كيدير ستاجات ستاج في هاد المدرسه، ستاج هنا ستاج هنا، والو ما لقاش الخدمه. واحد المدرسه وهي تفتح في ديك المدينه كانت مدرسه كبيره، يعني مدرسه بريفي، مشى هز السيفي وقدموا لديك المدرسه. طبعا المدرسه قبلاتو وعنقاتو بيديها بجوج، حيت ما شاء الله عليه كان ناضي. خدم في ديك المدرسه كيقري اولا باك وثانيه باك وتيقري حتى السانكيام الاداب الانجليزي. المهم السيد خدم بواحد الصالير اللي كان زوين، حك تيقري 3 ديال الافواج وزياده على ولا معروف بالانجليزيه، ولاو المدارس ديال السوايع او السوايع الاضافيه كيعيطوا عليه. مثلا في الليل نقدروا نقولوا تيبقى يقري حتى الوحده ديال الليل، حيت شاد 2 ديال المدارس او 3، ولا كيدخل من البريفي وكيدخل حتى من السوايع الاضافيه، ولا معروف في ديك المدينه.
ولا كيدخل صرير اللي نقدروا نقولوا عليه صحيح ديال 20,000 درهم غير ما بين خدمته وما بين السوايع. ايوا نقدروا نقولوا الحاجه زينب ضحكت ليها الدنيا، ولدها خدم ليها وتبارك الله ما شاء الله عليه كيدخل فلوس صحيحه، ماشي فلوس صحيحه. جمع عليهم واحد الطريف ديال الفلوس وهدموا ديك الدويره وعاودوا بناوها، داروا الطبقه الاولى والطبقه الثانيه. قالت لي وليدي هاد الطبقه انا عايشه فيها انا وخوتك، والطبقه الثانيه وليدي ملي تبغي تزوج ودير فيها وليداتك. قال لها مرحبا وينزل. ولكن كان دائما كيأجل هاد الهضره ديال الزواج، ما حتى وحده ما داخله ليه العقل. وكان هو دائما كيميل للمراه كبر منه ومراه بعقلها، الميول ديالو ما كانش كيميل ليه البنات الصغارات، كان العقل عنده الميول ديالو دائما كيمشي ليه المراه كبيره، بحكم الام ديالو كبر من باه ب8 سنين، وشاف كيفاش امه كافحت مع باه وكيفاش بقات معاه وكيفاش كانت كتحترمو وكتقدرو. كان دائما كيميل للمراه اللي كبر منه، ما كانش باغي وحده صغر منه. ما ان امو كانت تقول لي لا خذ وحده صغيره وهذيك يقول لها امي انا اللي عارف مصلحتي فين كاينه. بقات الامور غادي بحال هكاك. واحد النهار وهي تجي واحد السيده النفس اللي يكون اللي كيخدم فيه بريفي، قالت لي عافاك سمعتك سابقاك، عندي جوج بنيات، وحده عندها 12 عام وحده عندها 10 سنين وكيقراو في البريفي وعندهم اللغه الانجليزيه عيانه. شوف اللي طلبتيه نعطيلك، ولكن تجي عندي للدار. ما لقيت شي حد اللي يجي للدار، وعاودوا لي الناس عليك قالوا لي راك الله عمر لك الدار. العام اللي قبل من هذا كنتي كتقري واحد جوج وليدات وتبارك الله جابوا مزيان وتعلموا اللغه الانجليزيه. قال لها واخا، ولكن قال لها راه كيكون شويه الثمن طالع. قلت لها سيدي اللي طلبتيه نعطيوه لك، ما اني راني جالسه عليهم غير يتامات رباهم ميت، وراني جالسه غير مع ميمتي ومع با هما اللي كيصرفوا عليا، ولكن ماشي مشكل، غير جا استاذ اسيدي نقطع لحمي ونعطيه لك، المهم هو بنياتي يقرا. اثرت في ديك الكلمه ديال نقطع لحمي ونعطيه لك، لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ماشي لهاد الدرجه كاع. السيد غادي وناوي غيقري دوك البنات فابور ملي سمعهم يتامات. مشى قال لها شوف لاله غنهضر معاك، هي الاسم ديالها ايمان. شوف لاله ايمان غادي نهضر معاك بكل صراحه، انا كنقري بالقد والقد، ولكن ملي قلتي لي البنات يتامات وباهم ميت وجالسين غير مع جداهم وجدهم، غادي نعطيك 3 ايام في السيمانه، ساعه واحده ما نفوتهاش ليهم، ولكن غنقريهم فابور حتى نسالي كاع الدروس الخصوصيه اللي عندي. المهم السيده تماطات وبست لي يدو، قلت ليه شكرا الله يرحم لك الوالدين، واخا تتسالي واخا البنيات كيبغيو ينعسوا. قال لي معاش كيجيو هما من السوايع؟ قلت ليه كيجيو مع الخمسه. قال لي الخمسه موافقاك؟ قلت ليه انا وقت ما بغيتي تجي. قال لي غتعطيني لومبلوا ديال البنيات التوقيت ديالهم، يعني استعمال الزمان، وانا في هاد الساعه غادي نحدد الوقت اللي غنبقى نجي عندهم. ياك ما عندكمش مشكل؟ قالت لي حسب الدار دارك اخويا. السيده كانت زوينه ويعني نقدروا نقولوا كتبان انيقه وزوينه وما بيناش عليها السن ديالها، هي فايته ب9 سنين، باش يعني المراه كبر منه تقريبا ب9 سنين. فعلا السيد خدا استعمال الزمان ديالها، عرف الدار فين كاينه، خدا الرقم ديال التليفون، خدا العنوان، خدا كلشي. ما دارش ليهم 3 ايام في السيمانه، ولا مره نقدر نقولوا يوم كيمشي عند البنات ويوم ما كيمشيش. قال لي واش ماشي مشكل نقدر نجي حتى مع 12 الوقت اللي نخرج؟ قالت لي سيدي حسب الدار دارك، وقت ما بغيتي تجي. امو نقدر نقولوا عليها زينب كان عزازين عليها الفلوس بزاف، يعني غير كيوصل الشهر كتقول لي شحال دخلتي، شحال عندك، راه نخزن لك. امو كانت ملهوفه غير على الفلوس، لمو لباه، ما انه بنى لهم الدار، فرشها، شرى لهم الطوموبيل، خوه كان ميكانيك،
كرا ليه كراج وحط ليه كاع الماتيريال باش يخدم. واحد خوه كان نجار، خدا ليه الماتيريال، يعني خدا ليه روبو، يعني نقدروا نقولوا هاد السيد خدم مع خوتو مزيان. واحد خوه اخر كان خدام كيبيع ويشري مع محلات ديال الحوايج، كرا ليه تا هو محل وعمروا ليه. يعني اللي كيعطيك شي حاجه خدموا فيها، باه تهلا فيه مو مهلي فيك يعطيهم شهريه ما مخلي عليهم حتى شي حاجه. ولكن مو دائما عاون خويك، عطي لخويك، عطي لخوك، عطي لباك، عطيني انا. يعني السيد دائما كيسمع ما كاينش الحنان، دائما كيسمع غير عطي لخوك، عطي لخوك، عطي لخوك، عطيني انا، عطي لبو. ما عمرو سمع الحنان من مو ومن خوتو ومن باه. فاش مشى عند هاد الناس اللي غيقري هاد البنيه عندهم، شاف معامله اخرى. كيجي كتجيب ليه السيده البانيو حتى لعندو، كتعطيه يغسل يديه، تقول ليه والله اما تقري البنات حتى تاكل. مره الشيار، مره بغرير، وقت الغدا موجده ليه الغدا، وقت العشاء موجده ليه العشاء. هو كيمشي كاع في الاوقات كل مره وفين كيمشي. حس بواحد الحنان عمره ما حس به في دارهم. في دارهم ما عمره حس بداك الحنان. تصور كيجي السيد كيدق، كتعرض ليه ايمان البانطوفه في الباب، وكتمسح ليه الصباط وكتحطو ليه. شاف معامله اخرى، ملي كيبغي يمشي كتعطيه عويصير، ملي كيجي كيلقى الماكله. حس براسو في وسط عائله ما عمره تخيلها. خلاص الراجل كيجلس هو وياه، مره يلعبوا داما، يضحكوا. غير داكشي اللي كان تيشوف في دارهم غير اشخاص. غير يدخل تمت البوطه، خاصنا التقديه، خاصنا السكر، خاصنا زيت وراه ما كيبخرش على دارهم بشي حاجه. نقدروا نقولوا داكشي اللي كيشدو كيعطيه لمو با وخوتو، حيت هو ما مبليش. السيد ولف على ايمان ولا كيبغيها، وهو اصلا ما عمرو تصاحب ولا حب ولا بغى. نقدروا نقولوا الانسان الوحيد اللي كانت في حياته، او اول انسانه غتدخل لحياته، هي ايمان ام البنات. ولا كيبغيها ولا كيحماق عليها. قال لي شوفي انا راه عجبتيني. قالت لي شوف نقول لك واحد الكلمه، ماشي تسمعني راجلي ميت يمشي راسك هنا ولا لهي. انا الحرام ما كنديروش وما كنفكرش فيه. بغيتيني على سنه الله ورسوله، ولكن انا راه كبر منك ب9 سنين وزياده، على عندي 2 ديال البنات. واش داركم غيقبلوا لك تزوج بوحده ارمله وعندها البنات؟ قال له مالي اشنو فيها؟ امي تزوجت بابا هي كبر منه ب8 سنين، ما كاينش الفرق. وانا كنحترم امي كيفاش رباتنا وكيفاش كانت صارمه معانا وكيفاش وقفت مع با. على ما اظن ما غتقولش لا. السيد مشى عند امو قال لها امي، قالت ليه العام، قال لها شوفي دائما كتقولي لي تزوجي وانا واخيرا راني قررت غادي نتزوج. قلت ليه هو يوم المونه هذا بدات كتصلي على النبي عليه افضل الصلوات والسلام. قلت لي وشكون هي السعيده الحظ؟ قال لها امي واحد السيده كنزيد السويع لبنتها لبنياتها، وراجلها ميت وخلاها عندها اليتامى، وانا بغيت ندير خير في راسي وحتى في دوك البنيات. وتبارك الله ما نقولش لك امي راهم مجتهدات بواحد الطريقه كيجيو هما الاولاد، وما عرفنا الوالده الخير فين كاين. انا كيف ما كتشوفي خوتي كل واحد رصيتو في بلاصتو. حتى انت امي انت صايبت لك الدار، قاديتها لك، داير لك صالير، شاري لك امي انت الذهب، الوالد حتى هو مقاد ليه اموره. يعني انا امي انت بغيت نشوف حياتي. اويلي قالت لي بادر لي المدينه كلها كتهضر عليه غيمشي يجيب ليا وحده ارمله وعندها الولاد من الفوق وكبر منه. واش انت تسطيتي ولا خرج لبوك العقل يا المسخوط؟ وجيب لينا وحده اللي نديروها تحت يدينا، جيب لينا برهوشه اللي نربيو على يدينا. بانت لك انت غير وحده كبر منك حايله غديرك تحت رجليها. ومالك امي انت درتي با تحت رجليك؟ وشكون اللي قالك انا ما دايرش باك تحت رجليا؟ وفين عمر عائله باك جات؟ وفين عمر باك قدر يهدر؟
ها هدوي. قال لي امي راه تيقول لك اللي دار الذنب تيستاهل العقوبه، وكيفاش غتكون حتى هو العقوبه اللي غيعاقبني بها ربي في الدنيا؟ الواحد اللي كيجيب ليا الماندا بغى يمشي ياخذ وحده قد مو ما قبلاتش. قلت لي داك النهار اللي ما تفرح بيه، في العشيه جي بكره حنا دايرين العشاء، خوت كاملين جايين وجايبين عيالاتهم، خوتو راه ما تزوجوا، هو اللي دار العراس، هو اللي دار الدهازات، هو اللي دار كلشي. هو بقى تيقول نهز خوتي شويه ونهز امي عاد نشوف حياتي. السيده ما بغاتش، مشى قرر البنيات قالها لي، قال لي شوف الوالده راها ما بغاتش. وهي تقول لي ايمان واحد الكلمه، قالت لي هو بغات ولا كرهات، انا راني ما دياك ما دياك. هو ما فهمش هاد الهضره. قلت لي انا الصراحه كون بغاتني وقبلاتني نحط تاج على راسي، نخدمها ونخدم باك حتى نمشي للقبر، ولكن لما بغاتنيش انا راني ما دياك ما دياك، انا ما نقدرش نعيش بلاك. المهم مشى ديك الليله قالت لخوتو وباه خوكم راه كاين وهكاين، وانا قدامكم كنشاهدكم، انا ساخطه عليه سخط الدنيا الاخره، راه الا مشى مع هادي راه ما يعرفني ما نعرفو اليوم الدين. قال لها امي با خوتي من نهار خدمت وانا فلوسي ديالكم، وعينتي يا امي في الكونت ديالك 20 مليون ديالي، وانت با عندك 10 المليون في الكونت ديالي، ما قلت لكمش عطيوها ليا، ربحوا بيها خذوها، خلوني غير نعيش حياتي كيف ما بغيت. لا باه لا خوتو لا مو قالوا لي حنا بارين منك اللي تزوجتي بديك السيده اللي كبر منك وعندها البنات وارمله من الفوق. اخر هضره عندكم، اخر هضره، بسلام عليكم. هز باليزو وخلى ليهم الجمل بما حمل ومشى عند ايمان، قال لها امي وعائلتي ما بغاوكش. قلت لهم انا ما بغاوكش، انا بغيتك. فعلا وجد الوريقات ديالو وتزوج بايمان، ابقى عايش معاهم ما كيمشيش لدارهم. مشى واحد النهار كان العيد الكبير، دا مرتو دا دوك البنيات وكانت هي نيت حامله ايمان، مشى لعندهم دق عليهم، كان العيد الكبير، حلت عليهم مو قالت لي سير رجع فين كنتي، ما انت ولدي ما انا امك، انا ولدي مات وخديت فيه العزو، الله يسهل عليك. ورجع في حالاته. واحد المره تاني كان رمضان، مشى عاوتاني لعندها وما قبلاتوش، صافي بقى عايش مع دوك الناس، عايش مع ديك المراه ودوك البنيات، وزادت ولدت ليه ايمان وليد، ولدات من ورا داك الوليد وليد، ولدات من ورا داك الوليد بنيه، ولاو عندها 3 البنات وجوج وليدات. السيد عايش مع مراته خير كافي شره، واكلين لاعبين ضاحكين، ورغم ذلك كان الام ديالو والاب ديالو كان كل شهر بلا ما يقولها لمراته كان كيحط لهم واحد المبلغ محترم لباه ولمو، كيصيفط لمو واحد المبلغ وكيصيفط لباه واحد المبلغ، وزاد الشهر في ديك المدينه بالسوايع ولا كيدخل حتى ل 30 درهم، 30 الف درهم في الشهر. زاد الشهر حتى ولا بحال النار في ديك المدينه، وما بقاش خدام غير في ديك المدرسه، ولا خدام في بريفي اخر كيقري تما وكيقري تما وزياده على السوايع. السيد ولا لاباس عليه، وزاد ربي عطاه مع ديك المراه، وكيدير لمرتو غير ها، ومرتو ونسيبتو كدير ليه غير ها. يا ريت يا ربي يقول غير بغيت، شي يقول غير بغيت كيكون تحت رجليه، يجي من الخدمه يصيب الدوش واجد، يصيب الفوطه واجده، يصيب الماكله واجده، يصيب مراتو هكا كدير واجده، وليداتو نقيين، عايش السعاده اللي ما عمرو عاشها مع دارو ولا مع خوتو ولا مع باه ولا مع مو، حيت مو كان دائما باغاه غير يجيب ليه الفلوس، ما عمرو شاف الحنان، ولكن شاف الحنان من هاد الناس. حتى لواحد النهار غادي مع الظهور جاي للدار، هو يتعرض ليه واحد العساس ديال المقبره، قال لي واش انت هو فلان الاستاذ ديال الانجليزيه؟ قال لي هو انا. قال لي بغيت نقول لك واحد السر، ودابا راني ماشي مره ماشي جوج، راني دائما كنشوف شي حاجه كديرها مرتك ونسيبتك وفي الليل، وراني ضرني راسي وغنقول لك. قال لي ما تجبدش مرتي ولا نسيبتي على فمك،
الشرف من الشرف. قال لي عا نقول لك اشنو، انا ماشي قلت لك مرتك كدير، انا شفت واحد العجب بغيتك تعرفو. قال لي واخا. قال لي سيدي ما كاين ما نخزن لك، نسيبتك ومرتك شفتهم ليلة السبت كيدفنوا حاشاك في راس ديال حمار، من بعد ما هرسوه في المقبره وهزوا منه المخ. قال لي هنا السبت. قال لي السبت ديال البارح. وقال لي ماشي هذه اول مره، راه دائما تيديروا هذا الشيء، وما كنتش نعرفهم شكون هما حتى تبعتهم حتى لدارك. وملي سولت قالوا لي راه الاستاذ فلان الفلاني، وانا راني بات يوسف ومحمد اللي كتزيدهم السوايع في السيزيام وفي الباك. قال لي قال لي كيف ما سمعتي ولا ما تيقتينيش، عطيني نمرتك ونهار تكون شي حاجه غنعيط لك. السيد جا للدار فعلا لقى مرتو ونسيبتو موجدين ليه الكرعين والمخ، وصابهم تغداو. قلت لي دخل دخل بيت الناس، راه نسيبتك موجدالك واحد الشهوه، موجداك الكرعين والمخ، راه ما خزنت نتا على باق. حتى انا قالت لي والله الا دقتيهم. قال ها واخا 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 انا جاي، ادخل انا جاي. عاقب البلان اللي قال لي العساس ديال الروضه. دخل قال له حطهم وخرج. حطتهم. ناض السيد شد هذاك الطبسيل، كانت عنده واحد الميكه في الشكاره ديالو اللي تيدير فيه السوايع، ساس فيه هذاك المخ، ساس فيه كلشي، سدها مزيان زيرها وخرج يغسل في يديه وعطاها الطباصل. قال لها هاك تغدي تقول له الله يعطيك الصحه نسيبتي، اش غنقول لك، لا اله الا الله. دار يدو في داك المرقه وداك الشيء، كأن الخبز زعما راه مقرد داك الشيء، وقرا تغدى على الخبز والماء. قال لي شوفي راه عيطوا عليا شي دراري خصني نمشي ندير لهم السوايع دابا، راك عارفه وقت الامتحانات. قلت لي سير الله يسهل عليك زماني، الله يخليك ليا، الله يخليك ليا زماني تاج على راسي. مشى السيد هز داك الشيء، مشى داه لعند شي واحد كيعرفو تيدير داكشي ديال التحاليل، مختبر. قال لي عافاك بغيتك تشوف ليا هاد الشيء، راه واحد صاحبي وقع عليه واحد المشكل وراه شك في مراتو. دار داكشي، حلل داكشي، قال لي ودي هاد المخ ماشي ديال البهايم، وهاد الكرعين حتى هما ماشي ديال البقر، ماشي ديال الغلم، هادو غيكونوا حاشاك ديال شي حمار. قال لي شنو؟ قال لي ديال الحمار. السيد راه الشعر ديال راسو وقف، ويعلم الله شحال من مخ ديال الحمار ضرب هاد السيد. مشى ديك الساعه ما جاش للدار، مشى من تما، مشى دار شكايه بمرتو وبنسيبتو. قال لي ما ودي مرتي ونسيبتي داروا لي هادشي. طبعا جاو هزو مرتو ونسيبتو. هو دابا القصه حطها بغا غير يعرف واش هو غلط في حق هاد الانسانه، ولا هو هادشي اللي دار عبر عليها. المهم برد القلب لمو. قلت لك بعد من وحده كيكمانيه وحده شيبانيه. ايوا يا سيدي مشى هز ولادو وبنتو جابهم لعند امو وطلقها. تشدت ب3 سنين ديال الحبس هي وامها. حكيني الشهاد اللي شهدوا فيهم، شهد فيهم العساس واحد تيحفر القبور. تشدوا ب3 سنين ديال الحبس. بقى داك الراجل مقابل دوك البنيات اللي كان تيقرب داك الاستاذ، ولادو هو داهم لمو وطلق المراه، طلق ايمان، وتزوجوا وزوجات امو بطريقتها. زوجاتو بدريه صغيره شخلاتها هي بغات ديرها تحت يدها، ولكن حتى الدريه اللي بغات دير تحت يدها ما دارت، ما كايناش تحت يدها. دائما قال لك الوالده مضاربه هي وياها، وانا عايش الجحيم. وبيني وبينكم السعاده عشتها في ديك الفتره اللي عشت مع ايمان. من بعد ما بعت من ايمان
عايش الجحيم وباقي لحد الان كنعيش فيه. بيني وبينكم ندمت حتى صيفط مرتي للحبس، وندمت حتى درت هادشي كله. كان عليا نواجهها ونجلس مع مرتي ومع ولادي. حيت دابا انا فعلا انا دابا عايش الجحيم. خليو لي رايكم، وحتى من ولادها مانعه ما تشوفهمش. ودابا ليكم الراي الاول والاخر، بغيتكم تنصحوني شنو غندير.